خلينا طبعا نبدا نتكلم مع بعضنا عن القسم اللي بعد كده وهو التيم ستراكشر. وانا عارف ان في كميه ناس بيعانوا من الموضوع ده بجد بسبب ان هم مش عارفين ازاي يعملوا هيكله صح للتيم بتاعهم. تمام. وفي نفس الوقت برضو مش عارفين يعينوا مين او ما يعينوش مين. في نفس الوقت برضو ممكن يعملوا ستراكشر صح بس مش بيحقق نتائج في الاخر. وطبعا دي حاجه طبعا وحشه جدا ان انت تتخيل ان انت عملت ستراكشر وعينت وعملت كل حاجه وفي الاخر مش عارف تحقق نتيجه. وده السبب الاساسي ورا ليه انا في الفيديو ده هشرح لك تو ستراكشرز، ستراكشر 1 وستراكشر 2، عشان تبقى عندك اتنين ستراكشر تقدر تعتمد عليهم على طبعا بيز طبعا او على حسب طبعا نوعيه العميل اللي انت بتتعامل معاه. وطبعا انا محتاج منك ان انت تبقى قبل ما نبدا طبعا نشرح الاثنين ستراكشرز دول او اتنين هياكل دول او اتنين سيستمز دول، ان انت لازم تبقى عارف ان الاستراكشرز دول انا مجربهم بنفسي وهم اللي حاليا بستخدمهم في الشركه بتاعتي بالكون ميديا. وفي نفس الوقت برضو عايز اقول لك ان الاستراكشر الثاني انا حققت حرفيا نتائج كتيره جدا جدا منه، وخصوصا مع شركات البودكاست. اي شركه بودكاست حاليا في مصر او بره مصر انت بتشوفها حاليا كتير جدا في السوشيال ميديا، اعرف ان احنا السبب ورا الموضوع ده. وبالتالي اللي انا عايزك تعرفه ان الاستراكشر الثاني مش معناه ان هو افضل من الاستراكشر الاول، لا لا لا، الاستراكشر الاول برضو محقق منه نتائج كتيره، ولكن مع نوعيه عملاء زي مثلا رواد اعمال او كونتنت كرييتورز عامه بشكل عام. فانت المفروض تفهم ايه الاستراكشر المناسب بالنسبه لك وتقدر تتابعه. بالنسبه لك سهل جدا ان انت تقدر تراقبه وتتابعه وتطوره كمان، وكمان تقدر من خلاله تحقق نتيجه، ولكن الاثنين بيحققوا نتائج. تمام. وطبعا اكيد طب يا محمد انت حاليا بتستخدم اي ستراكشر؟ انا بستخدم الاستراكشر الاول. زمان كنت بستخدم الاستراكشر الثاني لبعض العملاء اللي عندي، وبعد كده نقلت للاستراكشر الاول عشان طبعا انا بتطور وبحاول ان انا اسهل الموضوع اكتر بالنسبه لي، وطبعا هتفهم الموضوع ده بعد شويه. تمام. حلو. في بقى نقطتين مهمين جدا قبل ما نبدا طبعا نشرح الاستراكشرز. اول نقطه ان انت دايما حاول انك انت تعين لكل عميل تيم لوحده، بمعنى ما تخليش نفس التيم يمسك مثلا 3 عملاء، اوعى تعمل كده. تمام. فحاول دايما ان انت كل عميل جديد بيدخل تعين له ناس جداد، حاول على قد ما تقدر. ممكن الفيديو اديتورز مثلا مثلا يشتغل مع عاملين او 3 بالكتير، ولكن لو زاد اكتر من كده صدقني هيبقى مشكله عندك في الاوبريشن وهتضيع الدنيا وهتلخبط كمان الفيديو اديتورز ومش عارف برضه يستمر في نفس الكواليتي اللي بيطلعها. دي بالنسبه للملاحظه الاولى. بالنسبه للملاحظه الثانيه وهي مش هكررها تاني، مش لازم تبدا بارقام فتح اكونتات كتيره. بمعنى لو العميل مثلا دخل معاك وقال لك محمد قال لك مثلا يا محمد او يا يوسف انا عايز اعمل 1 2 3 4، تمام، قول له انت عايز تفتح كام اكونت وانت معدل الانتشار اللي انت عايز تنتشره قد ايه بالظبط. لو قال لك انا عايز ابدا مثلا صغير فمش شرط ان انت تفتح له 20 اكونت، انت مش هتعرف تسيطر على 20 اكونت، انت لسه بتبدا الشركه بتاعتك، فاوعى تروح تبدا لي ب 24 اكونت او 20 اكونت او 15 اكونت. الارقام دي كبيره شويه. حاول على قد ما تقدر تبدا بارقام اصغر من كده، حاول تبدا مثلا ب6 اكونتات، ب8 اكونتات، ب10 اكونتات. ولو انت حاسس ان انت هتسيطر شويه وهتعمل كنترول شويه خليها 15 اكونت. هتقول محمد بس مش ده ممكن ياثر على الخدمه اللي احنا بنقدمها؟ كده هتبقى فاتحه اكونتات وبننزل بس، لان احنا انت تقول مثلا ان الكونتريبيوشن اعتمادها الاساسي على فتح اكونتات كتيره وتنزيل فيديوهات كتيره، ولكن اللي انا عايز اقوله لك لا، مفيش حاجه اسمها كده. اهم حاجه لازم تعرفها زي ما انا قلت في البرزنتيشن عامه في البي دي اف اللي فات، المترك ده التي في بي اي دي اللي هو التوتال اوف فيديوز بير داي، تمام، بير اكونت، اللي هو كم عدد الفيديوهات اللي بتنزل على اكونت الواحد يوميا. لو انت محافظ ما بين ثلاث طبعا فيديوهات ل6 فيديوهات تمام يوميا على نفس الاكونت، انت كده بتعمل كود ديستريبيوشن بالطريقه الصح. صدقني المترك ده لو حافظت عليه انت كده بتعمل كونتريبيوشن، لان انت خدها بالمنطق. هل شفت كنت كرييتور او صفحه بتنزل اكتر من 4 فيديوهات او 4 ريلز في نفس اليوم يوميا؟ 4 ريلز يوميا مستحيل تلاقي حد بيعمل كده. وبالتالي انت امتى الاستراتيجيه تقول عليها انها كونتريبيوشن او سي دي اي؟ ان انت لما تلاقي الشخص ده بينزل على الاكونت الواحد مثلا من 3 بوست او 3 فيديو لحد 6 فيديوهات في اليوم الواحد. اكيد فاهم قصدي. فعدد الاكونتات مش هيفرق، ولكن لازم اهم حاجه انك انت ما تقلش عن 3 فيديوهات في اليوم الواحد عشان تبقى محافظ على المترك ده. وطبعا بتزيد بمرور الوقت كل ما عملت طبعا جروينج عامه اسرع. تمام. طبعا نبدا بالاستراكشر رقم 1. تمام. طبعا احنا عندنا حاليا 2 ستراكشرز زي ما انتم شايفين قدامكم. هلا طبعا نروح على الاستراكشر الرقم 1. ثانيه واحده. اوكي. طبعا انتوا حاليا زي ما شايفين الاستراكشر رقم 1. خلينا بقى نروح للتيم ممبرز. اوكي. حاليا طبعا مين المفروض تعينه في التيم بتاعك في البدايه عشان برضه تبقى عارف مين المفروض اصلا يتعين في التيم بتاعك. حلو.
المفروض تعين في التيم بتاعك 3 اشخاص: فيديو اديتور زي ما انت شايف اهو، فيديو اديتور، استشاري اللي هو كونسلتنت، وثالث واحد اللي هو الاكونت مانجر، الشخص اللي بيمسك الاكونتات. فانت عندك 3 اشخاص بس المفروض تعينهم في التيم بتاعك: فيديو اديتور، استشاري، وكمان اكونت مانجر. تمام. طبعا كل واحد باين من اسمه. الفيديو اديتور هو اللي بيمنتج الفيديوهات، بيحاول مثلا لو عندك فيديوهات بيمنتجها على حسب الريفرنس اللي انت بتديهوله. والكونسلتنت او الاستشاري هو اللي بيتابع مع الفيديو اديتور وبيتابع الفيديوهات والبروسيس بالكامل قبل ما تطلع، تمام، وتنتشر عامه في السوشيال ميديا، ويتاكد مثلا لو في ملاحظات، اخطاء في الكابشن، اخطاء مثلا في الفيديو نفسه، بيتابع الحاجات دي كويس جدا جدا عشان يتاكد انها صح. تمام. فده وظيفه الاستشاري بالظبط. وكمان برضو بيدي النصايح للفيديو اديتورز لو في اي اخطاء عامه او حاجه محتاجين ان هم يطوروها او يحسنوها. واخر حاجه اللي هو الاكونت مانجر، واللي هو بيركز يعني شغلته الاساسيه يوميا ان هو يعمل حاجتين: ينزل الفيديوهات المطلوبه منه، ويحط الهاشتاجات، ويحط الكابشنز، ويعمل حاجه اسمها وورمنج اب. ودي الحته اللي بينساها كل الناس. الورمنج اب هي عباره عن ان هو يتعامل كبشري على الاكونت. لو انت دايما المنصه شايفاك انك انت بتنزل فيديوهات وبعد كده بتقفل الاكونت، صدقني انت على طول هتاخد بان او على طول هتاخد شادو بان. وظيفه الاكونت مانجر ان هو يعمل حاجه اسمها وورمنج اب، ان هو يسخن الاكونتات ويسكرول شويه على الاكونتات، يعمل فولو لبعض الناس، ويتعامل كانه بالظبط بشري. وبالتالي بيبعد بعد تام 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 عن الموضوع ده عامه، يعني عن الموضوع بتاع اللي هو البان. تمام. فبيقدر ينزل فيديوهات وكمان بتروح لمشاهدات عاليه جدا جدا. طبعا 100% طبعا الورمنج اب ده ليه سيستم بالكامل، لان في بعض الناس بتعمل ورمنج اب بطريقه غلط. فطبعا ده ليه سيستم في الاخر نبقى نتكلم عامه عليه في الفيديوهات اللي بعد كده. المهم زي ما قلنا مش شرط ان احنا نبدا ب 20 اكونت او اكونتات كتيره، المهم ان احنا نبدا بالطريقه الصح وبالطريقه المظبوطه. حلو جدا. خلينا طبعا نبدا نتكلم عن مثلا لو احنا عندنا 8 اكونتات هنعملها ازاي. اولا اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا مثلا هنعين 2 فيديو اديتورز. تمام. فيديو اديتور رقم 1 وفيديو اديتور رقم 2. وكل فيديو اديتور هيكون مسؤول عنه كونسلتنت واحد اللي هو استشاري واحد، و100% الكونسلتنت ده هيكون معاه اكونت مانجر. حلو جدا. بمعنى ان الفيديو اديتور بيسلم فيديوهاته للكونسلتنت، الكونسلتنت بياكد ان الفيديوهات دي كويسه وحلوه جدا جدا، وكده بيدي الاذن والبرميشن ان الاكونت مانجر ياخد الفيديوهات الاكونت مانجر اللي هو الفيديو اديتور الاول عملها، تمام، ويبدا ان هو الاكونت مانجر ينشرها في الاكونتات اللي هو مسؤول عنها. نفس الموضوع تحت الفيديو اديتور الثاني، تمام، بيدي الفيديوهات للكونسلتنت الثاني. الاستشاري بيتاكد ان هي مثلا الفيديوهات كلها طالعه بالطريقه الصح، مفيش اخطاء في الكابشن، مفيش اي حاجه ماشيه بالطريقه الغلط، يعني كل حاجه ماشيه صح الصح، كل حاجه مظبوطه. تمام. والفيديوهات الكواليتي بتاعتها عاليه جدا جدا. بعد ما بيتاكد ان الحاجات دي بيدي بيرميشن واذن للاكونت مانجر ان هو ينزل الفيديوهات اللي عملها الفيديو اديتور في الاول، وبالتالي الفيديو بتنزل في الاخر وكل حاجه تمام. وبرده الكونسلتنت بيرجع تاني بيشوف في الاكونتات هل نزلت صح ولا لا، لان برده المفروض يراقب الاكونت مانجر ويتاكد هل مثلا الهاشتاجات نازله بالطريقه الصح، الكابشن مكتوب بالطريقه الصح، هل متابع العمليه والبروسيس والبلان اللي انت عاملها له وعدد تنزيل الفيديوهات المطلوبه ولا. تمام. حلو جدا. قلت له محمد طب انت هنا بتقول اني طبعا 100% انت بتقول هنا مثلا ان احنا عايزين نفتح 8 اكونتات، كده معناها كل اكونت مانجر هيمسك كام اكونت؟ كل كده اكونت مانجر هيمسك كام اكونت؟ يعني بديهيه 4 اكونتات. ماشي. ولما نيجي نروح هنا على الاكونتس او البلاتفورمز زي ما انتم شايفين اهو، الاكونت مانجر الواحد، تمام، هيمسك على كل منصه: اكونت على تيك توك، اكونت على انستجرام، اكونت على ميتا او فيسبوك، و اكونت على يوتيوب. ده كل اكونت مانجر، فمجموع الاكونتات كلهم هيبقوا 8 اكونتات بالظبط. زي ما كاتب هنا كل اكونت مانجر هيكون ماسك مجموع حسابات 4 حسابات على جميع المنصات: انستجرام، تيك توك، ويوتيوب، وفيسبوك. ده الاستراكشر الاول، واللي اسهل استراكشر انت تشوفه في حياتك. في استراكشر تاني، وانا للاسف ان انا بقول لك كده هتحس انه اصعب بكتير وهتحسوا فيه ضغط اكتر على الفيديو اديتور، بس انا حققت منه نتائج حرفيا. بص نتائج هتصدمك، ولو قلت لك مين العملاء اللي كنت بتعامل معاهم حرفيا هتقول يا محمد يا ليه هو انت كنت سبب ورا الموضوع ده وبالاستراكشر ده؟ هقول لك ايوه، لان طبعا الاستراكشر الاول ده انا اللي كنت عامله بنفسي فكان بدائي شويه، ولكن حققت منه نتائج. فعلى حسب كل واحد زي ما قلت لكم، ولكن خلينا نبدا نشرح كل استراكشر هيعمل ايه بالظبط. تمام. يلا بينا. حلو. الاستراكشر الثاني بيعتمد على الفيديو اديتورز بس، وكمان الكونسلتنتس. يعني هنا في التيم ممبرز مش محتاج اكونتس مانجرز، لان دور الاكونتس مانجرز مين اللي بيعملوا؟ الفيديو اديتورز نفسهم. يعني الفيديو اديتور هو اللي بينزل الفيديوهات على الاكونتات. فمثلا لو قلنا احنا عايزين نفتح مثلا 20 اكونت، حلو جدا، عايزين دلوقتي نفتح 20 اكونت، ماشي، واحنا عايزين نفتح 20 اكونت، فانت كل فيديو اديتور هيعمل ايه بقى؟ بص كل فيديو اديتور هيكون ماسك 4 حسابات.
منصه على التيك توك، على الانستجرام، على الفيسبوك، وفي نفس الوقت على اليوتيوب. على فكره بعض الاحيان العملاء بتوع الشرق الاوسط مش بيعتمدوا على الفيسبوك، فانت ممكن تمسح الفيسبوك فكل فكل فيديو اديتور يكون ماسك بس 3 اكونتات، فمش شرط فيسبوك يعني، بس انا بكتب فيسبوك عشان هي من المنصات الكبيره. فكل فيديو اديتور زي ما انت شايف هيبقى ماسك كام؟ 4 اكونتات، 4 في 5 20 اكونت، حلو جدا. فهنا كل فيديو اديتور هيكون ماسك مجموعه حسابات، 4 حسابات، برضو نفس موضوع انستجرام، تيك توك، يوتيوب، وفيسبوك. فالاستراكشر هيتم هنا ازاي؟ هيتم كالتالي: هيبقى فيه 5 فيديو اديتور هم اللي بيطلعوا الفيديوهات بنفسهم، وفي نفس الوقت هم اللي بينزلوها. وهيبقى في طبعا 2 استشاريين بيتابعوا معاهم عمليه الفيديو اديتنج، وفي نفس الوقت برضو عمليه التنزيل. حلو جدا. قلت له محمد بس انا حاسس الموضوع ده هيكون فيه ضغط على الفيديو اديتور. والله انا بالنسبه لي اهم ملاحظه لازم تعرفها، وهي ان مش شرط، لاني مثلا ممكن يكون الفيديو اديتور فول تايم، بس انت كده خلصت الموضوع. يعني الشخص اللي بيتعين عندك تمام، تتاكد 100% انه مش بيشتغل عند حد تاني، ان هو فول تايم للوقت بتاعك انت بس، للعميل بتاعك انت بس، وبالتالي هو يقدر يعمل الموضوع ده بسهوله. انت فاهم قصدي؟ اليوم في ساعات كتيره، وفي نفس الوقت هو مش بيشتغل غير على شغلك انت. فالفيديو اديتور الاول والثاني والثالث والرابع بنفس الطريقه، خليهم كلهم فول تايم، وتاكد ان هم مش مشغولين عامه في حاجات تانية ممكن تاخد بجد من وقتهم كتير. وطبعا الاستشاريين ثابتين بيتابعوا معاهم في كل حاجه، تمام. ده لو كان 20 اكونت. قلت له محمد برضو انا مش عارف ايه السبب ان انت برضو تختار النظام ده عن النظام اللي هو الاول. النظام الاول انت تحس انه مرتب، كل واحد عارف وظيفته وبيعملها. اقول لك ليه. في بعض الاحيان انا كنت بحس ان الفيديو اديتور مش همه اي حاجه غير ان هو يطلع فيديوهات وخلاص. حتى لما كنا بنقول له ملاحظات حلوه جدا ونقول له عليها، برضو تحسوا ان احنا بيطلع فيديوهات وخلاص. ده في الاستراكشر الاول، وهو اهم حاجه عنده ان هو يطلع الفيديوهات دي للاكونت مانجر، ومش متابع النتائج وهل الفيديو بتاعته طلعت فايرال ولا لا، وهل الفيديوهات بتجيب نتائج ومشاهدات كبيره ولا لا. هو مش همه حاجه. فانا لاحظت ان الموضوع ده بسبب ان هم دي مش وظيفتهم، ان هم مش ماسكين الاكونتات، فمش حاسين باهميتها. فجي بقى ببالي ان انا اخليهم، طب فيها ايه ان هم يعملوا فيديو اديتنج وفي نفس الوقت برضو ينزلوا على الاكونتات بنفسهم، فيحسوا بالموضوع ده. يجي كده يتسالوا، يلاقي مثلا ايه ان بقى لهم نزلوا مثلا 4 فيديوهات لحد دلوقتي، ال4 فيديوهات دول ما عدوش مثلا ال1000 مشاهده. فيبدا يتساءل طب هو المشكله في الهوك، ولا المشكله في الخط، ولا المشكله في كذا في كذا في كذا في كذا. يبدا يفكر. فالتفكير ده هو اللي بيخليه تلقائيا بيعمل ايه؟ يعمل جنريتنج لافكار اكتر واكتر، يبدا يتابع الاحصائيات اكتر، يبدا يحاول ان هو يطلع فيديوهات فايرال اكتر. وطبعا انا كنت بشجعهم عن طريق ان انا بديلهم بونص عشان يقدر ان هم يتشجعوا اكتر واكتر. او مثلا كنت بخليهم مثلا يتعاملوا مع كذا عميل كاستشاريين. طبعا هم خدوا خبره في الكونتريبيوشن، كنت بخليهم يمسكوا عميل كاستشاري او كتيم ليدر، هو بس غرض ان هو يتابع الاكونتات بس. فبرضه هو كان بيكسب تقدير ان هو يبدا ان هو يحقق نتائج. فانا كنت بعملها بطريقه سيكولوجيه بيخليهم ان هم يتشجعوا اكتر ان هم يحققوا نتيجه. في نفس الوقت برضو في ناس دلوقتي بالنسبه لي من اهم الناس في التيم كاستشاريين، وكانوا اصلا في الاساس في الاول فيديو اديتنج، يعني كانوا فيديو اديتور بيشتغل معايا. وفي الوقت دلوقتي في ناس دلوقتي كان فيديو اديتور في البدايه معايا وحاليا وصلوا كتشيف كونتنت اوفيسر. متخيلين ان هو حاليا بقى من اعظم الاشخاص في التيم بتاعي. فانت ما بتعرفش حاجه. فعشان كده التقدير مهم جدا جدا في التيم بتاعك اللي بيحقق نتائج. حاول ان انت ترفعه اكتر، حاول ان انت تخليه يمسك التيمات عامه الثانيه كتيم ليدر وككونسلتنت او كاستشاري، ويديله فلوس على الموضوع ده طبعا 100%. الحاجات دي طبعا هتبقى كويسه جدا. نفس الموضوع برضو خلينا ننزل تحت كده شويه. هنا مثلا لو عايزين برضو نفتح 12 اكونت، نفس الموضوع بنفس الطريقه. هو كل فيديو اديتور بيمسك عامه عدد اكونتات معينه، بيتقسم عليهم كلهم، على كل واحد هيمسك اكونت على كل منصه، دي اهم حاجه. وهنا معاهم مثلا كونسلتنت واحد هيبقى متابعهم في كل الاكونتات بتاعتهم، تمام. ده حرفيا التو ستراكشرز اللي لازم تعتمد عليهم في 2025 لو انت عايز بجد تبني سي دي اي محترمه، وفي نفس الوقت برضه تقدر تحقق نتيجه في اسرع وقت ممكن. خلينا طبعا نكمل مع بعضينا ازاي الاستراكشر هيتم بشكل سريع جدا. ولكن طبعا معلومه تاني حابب ان انا اكد عليها واكد عليها كذا مره: لما تيجي ابدا صغير، ما تبداش كبير جدا جدا عشان ما توقعش بسرعه. لان معظم الناس بتغلط الغلطه دي. هم فاكرين ان كونتنت ديستريبيوشن كل ما فتحت عدد اكونتات اكتر كل ما حققت مشاهدات اكتر، ودي اكبر مصيبه انت بتقع فيها. ومش هكرر تاني، اللي بيعتمد عليه الكونتنت ديستريبيوشن هو حاجه واحده بس: التي في بي اي دي، اللي هو توتال فيديوز بير اكونت ديلي. كم عدد الفيديوهات اللي انت بتنزلها على الاكونت الواحد يوميا. هو ده اللي بيفرق، هو ده اللي يتقال عليه ان هو كونتنت ديستريبيوشن. لو انت بتنزل اكتر من 3 سي دي اي، اقل من 3 ده مش سي دي اي. خلصت الموضوع، ماشي. ما يهمش عدد الاكونتات، اهم حاجه تركز على المترك ده او المعدل ده. طول ما انت ماشي عليه بالطريقه الصح فانت بتحقق النتيجه اللي انت عايزها بالظبط. تمام.
هلا طبعا نبدا نتكلم عن الاستراكشر بشكل سريع جدا. زي ما قلنا الفيديو اديتور بيطلع فيديوهات زي ما انت طالب منها، مثلا من 4 ل 6 فيديوهات يوميا، حسب طبعا الطلب وعلى حسب طبعا السعر بتاع كل فيديو اديتور. تمام. ومش شرط على فكره ان كل الفيديو اديتورز بيكونوا ياخدوا نفس السعر، ممكن فيديو اديتور يكون شاطر جدا بياخد سعر اعلى شويه من الفيديو اديتورز التانيين، ما يهمش، بس المهم تبقى متاكد ان انت بتدي كل واحد حقه. ده بالنسبه للنقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه زي ما قلنا هو بيطلع هنا الفيديوهات بتاعته، كل واحد مثلا بيطلع 6 فيديوهات. بعد كده بتروح للمرحله الثانيه اللي ان الكونسلتنت او الاستشاري بيراقب الفيديوهات دي وبيشوفها وبيتاكد ان هي من ناحيه الجوده مفيش اخطاء كابشنز، كل الريفرنس اللي مطلوب منه تم بالطريقه الصح ومفيش اي اخطاء فيها، ولو في اي تعديلات بيروح يكلم الفيديو اديتور يقول ان في تعديلات 1 2 3 4 عشان يعدلها ويبعتها له تاني. حلو جدا. في ملحوظه مهمه جدا لازم تعرفها، ان انت لازم مع الاستشاري بالذات حاجه مهمه جدا جدا، لازم يراجع الفيديوهات قبل التنزيل للاستشاري ويتاكد انها كلها صح 100%. وفي حاله نزول اي فيديوهات خارج اطار العمل، يعني هي يعني يعتبر فيها اخطاء مثلا املائيه، تمام، سوف يتم الخصم من الاستشاري وليس من الفيديو اديتور. الحته دي مهمه جدا جدا. انت لما تيجي هنا تتعامل مع الناس عامه او في الاداره عامه، اوعى تمام تروح تخصم من الفيديو اديتور، لان الفيديو اديتور عارف ان في حد بيراجع وراه. فهو الفيديو اديتور لو غلط، وطبعا احنا عارفين إن دي غلطه اصلا الفيديو اديتور، ولكن برضه هو الفيديو اديتور عارف ان في استشاري. طب انا ليه حاطط اصلا الاستشاري؟ عشان الاخطاء دي ما تحصلش، لانه طبيعي ان الفيديو اديتور يغلط بعض الغلطات البسيطه جدا، تمام، اللي هو ممكن ما يلاحظهاش بسبب كتر الفيديوهات اللي بيطلعها يوميا طبعا. فبالتالي فايده الاستشاري ان هو يراجع الفيديوهات دي. طب لو ما رجعهاش وطلعت بطريقه مش كويسه، يبقى مين اللي يتحاسب عليها؟ مش الفيديو اديتور، الاستشاري. فدي حته مهمه جدا جدا لازم تفهمها. حلو جدا. الموضوع ده خلص، الاستشاري تم وقال ان الفيديوهات دي ريدي انها تنزل. طبعا مين اللي بياخد البرميشن او الاذن ان الفيديوهات دي تنزل؟ الاكونت مانجر. وانت طبعا ممكن عن طريق نوشن تقدر تعمل نظام زي كده اهو، ان انا مثلا الفيديو اديتورز وهنا الحاله بتاعتهم. طبعا هنا الاستشاري هو اللي بيحط الحاله، هل الفيديوهات بتاعت مثلا واحد اسمه عبد الرحمن بدر او واحد اسمه يوسف جاهزه ولا لا. لو مثلا مؤمن فيديوهاته لسه مش جاهزه يبقى فيها بعض التعديلات. حلو. طبعا الشخص الاستشاري بيكتبها في الصفحه بتاعت مؤمن ان في تعديل على 1 2 3 4، بيكتب التعليقات بتاعته وبيعدلها بعد ما يتاكد. طبعا مؤمن بيعمل اشاره ليوسف او مثلا اشاره لاي حد من الاستشاري مثلا اللي عندك، ويقول له ان انا خلصت التعديلات اللي انت قلت لي عليها. يدخل مثلا الاستشاري يتاكد ان التعديلات صح تمت ولا لا. بعد ما خلاص يتاكد انها 100% تمت، بيعمل علامه الريدي اللي زي كده. بعد كده طبعا بيجي الشخص الثالث اللي هو الاكونت مانجر، بيشوف العلامه دي انها ريدي، يمسك الفيديو بتاعت عبد الرحمن بدر وينزلها على الاكونتات زي ما احنا متفقين، او على نفس البلان يعني. تمام. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده، وظيفه الاكونت مانجر كالتالي: ابلودنج فيديوز، انه يرفع الفيديوهات بالطريقه الصح من ناحيه الهاشتاجز، الكابشن، الجوده وكل حاجه. وتاني نقطه ان هو يعمل ورمنج اب، ان هو يسكرول على الاكونتات، يبدا يتعامل عليها كانه بشري، يحط ستوريهات، ينزل بوستات، يعمل كذا 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 على حسب البلان او الكونتنت بلان اللي هو عايزها. بس ده بالظبط اللي انت المفروض تعرفه عن الاستراكشر بتاع التيم بتاعك وازاي تقدر تعينه بالظبط وايه الادوار بتاعتهم بالظبط. تمام.